اخواننا اللي مركزين مع امام عاشور، الراجل سجل هدف قبل كده واحتفل ورفع التيشيرت، قلت ياه ده بيقلد زيزو، رمى التيشيرت على الارض، قلت ده رمى التيشيرت بتاع الفريق بتاعه واساء للنادي الاهلي، المفروض يعاقبه. ركز في الملعب يا امام. الراجل سجل هدف في سموحه، احتفل عادي جدا، طلع بالونه نفخها كانه نفخ زيزو ابو 100 مليون، زعلت الكل وزعلت الاعلام، وكانوا بيطالبوا الاتحاد يوقف اللاعب وكده غلط، والمفروض الاهلي يعاقبه، وفين المبادئ وفين الحوار، ودي بالونه. يعني في لعيبه كتير احتفلت بموضوع البالونه ده، لكن المشكله عندكم انها كانت بيضه، والراجل طلع بره الموقف وقال انكم مش انتم المقصودين، لكن ما زلت برضه مركز معاه، لدرجه ان الراجل سجل هاتريك امبارح يعني. في مباراه خطف فيها الثلاث نقاط، مباراه كبيره، سجل هاتريك، احتفل عادي. قلت ده بيقلد زيزو يا جدعان، الراجل ده الزمالك مش طالع من دمه عشان بعد كده تروح له انت النهارده الاستاد وتقعد تهتف لامام عاشور ولابوه. نسيت انك رايح تشجع فريقك وبتهتف لامام عاشور وابوه. لدرجه دي امام عاشور مش طالع من دماغك يعني؟ للدرجه دي انت مركز معاه وهو مركز في الملعب؟ انت بتطلب منه انه يركز في الملعب وانت مركز معاه للدرجه دي؟